رسميا الزمالك هيشارك في كاس العالم للانديه. اخيرا ضحكت لكم، اخيرا الحظ وقف معاكم مره. كابتن حسين يا لبيب، كابتن ميدو، شوفوا بقى اتصالاتكم وعلاقاتكم وشاركوا مكان ليونيل المكسيكي. بعد انتشار خبر استبعاد ليونيل المكسيكي من كاس العالم للانديه بسبب مخالفه اللوائح والقوانين بتاعه كاس العالم للانديه، لان ما ينفعش فرقتين يشاركوا في كاس العالم للانديه يمتلكهم شركه واحده. ايوه، نفس اللي حصل مع باتشوكا وليونيل المكسيكي، وبكده تم استبعاد ليونيل المكسيكي من كاس العالم للانديه. وبكده فرصه الزمالك بقت كبيره قوي ان هو يشارك في كاس العالم للانديه، لان هيتم اختيار فريق تاني يشارك مكان ليونيل المكسيكي. وبعد الكلام ده كله انا بهزر يا جدعان، هزرنا بما فيه الكفايه. تعالوا نتكلم جد شويه. تم استبعاد ليونيل المكسيكي بسبب مخالفه اللوائح والقوانين بتاعه كاس العالم للانديه، فبكده هيتم مشاركه فريق تاني غير ليونيل المكسيكي. هتطلع تسالني يا عم سمير، هو ممكن فريق من اوروبا يشارك؟ ممكن فريق من افريقيا يشارك؟ ممكن فريق من اسيا يشارك؟ هقول لك لا، الفريق اللي هيشارك من نفس القاره بتاعه ليونيل المكسيكي اللي هي امريكا الشماليه. لان لو فريق مثلا شارك من اوروبا مكان ليونيل المكسيكي، يبقى احنا كده زودنا مقعد لاوروبا ونقصنا مقعد من امريكا الشماليه. فالفريق اللي هيشارك مكان ليونيل المكسيكي هو فريق من نفس القاره، يعني فريق من امريكا الشماليه. يعني ولا ليفربول هيشارك، ولا برشلونه هيشارك، ولا حتى الزمالك هيشارك. بس كده، يلا سلام.